المسيره ديال النيه خدينا من عند الركراكي، ما غاديش نديروا لها اسقاطات على بعض الناس اللي تعرفوا في المسيره ديالهم من قبل ما عبر السنوات، تعرفوا بالخداع ديالهم بالمراوغه بعدم الحقيقه. الشعب المغربي فاق وعاق، ما بقى حتى واحد الشمس ما كتغطاش بالغربال. نديروا النيه، ربما النيه كاينه والنيه موجوده، ولكن الاشكال بغينا امور اللي هي منطقيه، بغينا امور اللي في الواقع. كان على السيد رئيس الحكومه او الوزراء اللي تدخلوا انهم يعطونا امور اجرائيه. النيه ما غتخلينيش انا نمشي بها للسوق، النيه ما تخلينيش انني نمشي مثلا انني نخلص مثلا اشياء، النيه ما تخلينيش انني يعني نحقق واحد المجموعه ديال المطالب ديالي. واش واحد عباد الله عنده 5000 درهم ممكن انه يدير معاك النيه؟ كيقول لك انا نمشي بحالي كاع. سي عزيزه خنوش، للاسف انت ماشي انسان ديال النيه. الشعب المغربي كامل دار معاك النيه، ووصلنا لواحد المستوى ديال انه حتى قطاع ما غادي مزيان. اذا السي خنوش خصو يقلب على الموارد، وراه عارفه فين كاين عند صحابو رجال الاعمال. غنقولوا للسي خنوش كما قلت لك، عندنا 3 نقاط اللي هما اساسيه اللي ما غاديش نتخلوا عليها عاد ندخلوا للاقسام ونديروا ديك الساعه النيه، لانه النيه سنوات وحنا كنديروها، وسنوات وحنا كنخدموا وحنا ساكتين. انا الاوان ملي ما احترمتوش الاستاذ انه تنازلوا على 3 ديال النقاط الاساسيه ومستعدين اننا ندخلوا للقسم. انا كنقول الوزير الوهبي وكاع الوزراء اللي دخلوا في هذا التعليم انهم يخليوهم في المهام ديالهم ويخليوا التعليم للناس ديالو، وغنقول ليه بان الاستاذ بزاف على اي واحد يردوا حلقه ويردوا ضحوكه يضحك به الناس. الاستاذ القيمه ديالو عاليه، ومادام ما وصلتيش لواحد المرتبه انه تحترم الاستاذ فمن الاحسن تخليك في المواضيع ديالك وتخليك في المشاكل ديال الوزاره ديالك وتخلي التعليم للناس ديالو. اذا بالنسبه للخرجه الاخيره ديال وزير العدل الوهبي هي خرجه غير محسوبه، ولا نتفق مع مثل هذه الخرجات الغير مسؤوله والتي تصدر من رجل دوله او رجل سياسه. فوهبي كما نعرفه هو وزير العدل، فما شأنه بوزاره من اسمى الوزارات نعتبرها ماشي على الصعيد الوطني بل على الصعيد العالمي. فمثلا نرجع بكم شويه للخلف نديروا واحد فلاش باك، علاش ما تدخلش بن موسى مؤخرا في المشكل اللي تم بين المحامون وبين وهبي؟ فخرجه غير محسوبه، ولن نقبلها ولن نركع ولن نتراجع حتى اسقاط هذا النظام المشؤوم اللي هو النظام الاساسي او النظام المآسي. حنا كنقولوا للوزير وهبي انه يمشي للوزاره ديالو ويمشي يقاد الوزاره ديالو ويقاد الملفات ديالو ويخلي التعليم في اتساع. التعليم عنده ماليه، والوزير اللي بغى انه يتكلم على التعليم يتكلم بهدوء، يتكلم باريحيه ويعطي قيمه للاساتذه. لان ملي كنتكلموا على الاساتذه اليوم كنتكلموا على واحد المحور، واحد قطب الراحه اللي خلى المدرسه العموميه انها توقف، ولولاه المدرسه العموميه ما يمكنش انها تزيد. وهبي للاسف وزير غير مسؤول، للاسف رئيس حزب غير مسؤول بالمسؤول المطلق. الخرجات ديالو ما عمرها ما كانت موفقه، ما نجحش في القطاع ديالو، ما نجحش مع المحامين، ما نجحش في الامور اللي هي مكوله ليه، يعطي اتساع للتعليم، ما يأججش هذا الوضع اكثر ما هو مأجج. المسؤولين يعرفوا بان الاضراب هو ناتج لعدم تحقيق المطالب ديال الاساتذه. نهار تحقق المطالب مباشره الاساتذه غيرجعوا للاقسام ديالهم. من 97 الان راه الوضعيه غاديه وكترجع للور، يعني في 97 حتى ل 2000 والالفينات الاوائل ديالها كان التعليم في واحد المستوى رائع، كانت الوضعيه الى حد ما كنا في الطبقه المتوسطه. الان نحن نسير الى الطبقه الفقيره. بطبيعه الحال الامر ماشي بيدينا، حتى الامتحان يبقى هذا الشيء حتى تستجب الوزاره، حتى تخضع الحكومه. القرار راه بيديهم، الملف المطلبي ديالنا راه كيعرفوه حرفيا. نهار يستجبوا ليه راه حنا مستعدين نرجعوا للمؤسسات ونرجعوا بقوه، واكثر من هذا الشيء مستعدين اننا نعودوا اي حصه ضاعت صباح مساء. وبالمناسبه حنا راه ما كنلويوش الدراع ديال الدوله، بل انه كنأكدوا اننا دراع من الاذرع ديال الدوله. امتى غيبقى هذا الاضراب هذا؟ حتى تحل المشاكل اللي كاينين. علاش دايرين حنا الاضراب؟ المشاكل هو سحب وتعديل مواد في هذا النظام الاساسي. اولا العقوبات، غيتم سحب العقوبات. ثانيا تحديد ساعات العمل.
وثالثا تحديد المهام وتبقى اختياريه، سورتو المهام اللي هي كتعني بالحياه المدرسيه والانشطه الموازيه. هيبقى هذا الاضراب الى حين تحقيق المطالب، بحكم ان الوزاره مازال ما دارت اي مبادره انها تتواصل مع الاساتذه، فلا يمكن اننا غادي ندخلوا اننا نقريو. فبالنسبه للتلميذ صراحه راه كان من بين الشعارات اللي كنقولوا عذرا عذرا يا تلميذ اجبرونا على التصعيد. التلميذ الحمد لله راه هما وليداتنا، انا عندي ولدي كيقرا في المدرسه العموميه وحتى هو متضرر. كاين حلول ان شاء الله، غير نوصلوا لحل نهائي وحل مقنع وحل حاسم. فالتلاميذ كاين طرق ديال التعويض ديالهم. انا اظن بانه نحن الى جانب التلميذ والى جانب الاباء والامهات واولياء التلاميذ، ولكن كيبقى الحق ديالنا في الاضراب، والحق ديالنا كذلك في المطالبه بالمطالب المشروعه هي الاسمى وهي الاولى في هذه الظرفيه. هذوك وليداتنا، هذوك هذه النقطه اللي بغينا الاباء يفهموها، هذوك وليداتنا اكثر ما انهم وليدات والديهم. كيجلسوا معنا في الاقسام وفي المؤسسات اكثر ما كيجلسوا مع والديهم. حنا واعيين بالمصلحه ديالهم، بل انه من المصلحه ديالهم هذا الشيء اللي كيوقع، من المصلحه ديالهم هذه الاضرابات، من المصلحه ديالهم يتسحب هذا النظام المآسي، من مصلحه الشعب المغربي كامل، ومن مصلحه المدرسه والتعليم العموميين. بيان سور بقاو فينا التلاميذ، وحنا كناضلوا على التلميذ، على حق التلميذ، لانه التلاميذ اللي كيقراو 50 في القسم و43 في القسم، والتلاميذ اللي ما عندهمش وسائل، ما عندهمش مراحيض، والتلاميذ اللي المقررات ديال الوزاره ما مناسباش لهم، والتلميذ اللي غدا ولا بعد غدا غيكون استاذ حتى هويا، خاصني انا ناضل باش نخلي ليه واحد مهنه ذات كرامه. ولكن هاد التلاميذ واش ما بقاوش في الدوله راه ما بقاوش فيها التلاميذ، وحنا راه بقاو فينا. الدوله راه ضغطات علينا حنا والتلاميذ، ما حطمتنا حنا والتلاميذ، راه الله اللي عالم. حنا راه كنمشيو التلاميذ ما كاينينش، وحنا كنمشيو لاقسامنا وندخلوا لاقسامنا وكنبقاو نشوفوا في الطاولات خاويين وكنبكيو. أتضامن كل التضامن مع رجال التعليم وإلا المدرسة العمومية وإلا الأستاذ. خط أحمر كرامته من كرامتنا وإهانته من إهانتنا. كلنا أساتذة وكلنا تلاميذ المغرب الحر، لا نرضى بالظلم.